لما تلاقيه رخيص ومالي السوق تفرحي لما تشوفيه كده. ليه؟ لان ده بيديكي باور وحديد انت وولادك. يا سلام بقى على لقمة عيش فينو، على لقمة عيش بلدي، وحمشي بقى حبة او حرمشي حبة وكلي احلى لقمة في الدنيا. طاقة وحديد وباور رهيب، اللهم بارك. وكمان انا بعد ما شفت فيديو العجوة بيتداس عليها بالرجلين اللي احنا بنشتريها من بره، قررت ان انا اعمل منه كمان العجوة. انا ده بالنسبة لي اهم تخزين ليا انا وولادي. زي ما انتم شايفين انا جبت 5 كيلو بلح. البلح الرطب ده مالي السوق دلوقتي، الحقيقي دلوقتي يومينه قبل ما يخلص. وهجيبه وهغسله كويس جدا. طبعا انا مش هغسله بشويه الميه دول، انا بعد ما اقفل الكاميرا اروح اغسله كويس جدا واصفيه كويس جدا. غسلته الكام غسله المتينه، بعد كده بشيل الطاقيه الصفراء اللي تحت دي في اخر البلحه، وبشيل القشر كويس، وبشيل البذره. خدوا بالكم الطاقيه الصفراء دي اللهم احفظنا يا رب ممكن تكسر ضرس حد، او يعني تبقى سبب في مشكله في السنان. ده غير ان القشره ممكن تقف في الزور كده فما بتبقاش لطيفه، فلازم نشيل القشره كويس جدا لان قشرته صلبه. وكمان الطاقيه الصفرة دي مؤذيه جدا للاسنان للكبير وللصغير. انا كنت خلصت الكميه زي ما انتم شايفين، فصصته وشلت القشر منه خالص. وبعد كده هجيب اكياس واقوم حاطاه فيها. اول حاجه انا بعشقه عشان بحب احط حته زبده واحرمشه في الزبده ويتاكل متحرمش كده. ناس بتحب تحط عليه بيض وسمسم، انا ما بقدرش بصراحه احط بيض. فانا بحبه كده حديد مع كالسيوم مع الزبده. وكلي احلى لقمه بلح محروق في الدنيا. تعالي بقى عشان نعمل العجوه. هتقومي اخده كيس من اللي احنا حاطينه ده، وهتقومي فرماه في الكبه، وتقومي تفضلي تسوي فيها على حته سمنه كده. تقومي اخده حته سمنه وتسوي العجوه المفرومه دي على النار لحد ما تبقى هريسه عجوه معاكي. كده انتي وفرتي العجوه اللي بتشتريها من بره، وفي نفس الوقت انتي لو عملتي وجبه البلح دي فطار او عشاء للولاد، عايزه اقولك باور وحديد للشعر وللبشره، لا لا في حته تانية. والاكله دي بيعشقها الكبير والصغير. باقي الاكياس زي ما انتم شايفين مش هسيبها بره، انا هشيلها في الفريزر. انا طلعت لكم اكياس من الفريزر تشوفوها بتتشال في الفريزر.